بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الفل عليك وصباح الحلويات. ان شاء الله النهارده فيديو كده يا رب يا رب يعجبكم باذن الله. هتكلم معاكم فيه عن ميزانيه اسبوع او ميزانيه شهر، هننظمها مع بعض. هقول لكم انا بشتري ايه كل اسبوع وبيفيد مني ايه. وبصوا يعني فيديو كده يستاهل ان انت تنزلي تعملي لايك للفيديو ده، كمان عامله فيه غدا تحفه ان شاء الله يعجبكم قوي. بس انزلي اعملي لايك للفيديو واعملي اشتراك في القناه عشان يعني بصوا بتشجعوني جدا لما بلاقي عدد المشتركين زاد، واللايكات كمان بتاعت الفيديو بتخلي اليوتيوب يرشح الفيديو بتاعي لحد يشوفه. فتعالوا بقى كده نشوفوا انا جبت ايه. انا لقيت الطماطم حلوه كده ب5 جنيه. بصوا مش هقول اسعار لان الاسعار دي بتختلف من منطقه لمنطقه، وفي ناس بتزعل وبتقعد تقول لي في التعليقات فين الاسعار دي وكده. انا كل اللي جبته النهارده جبت نص كيلو فلفل الوان لان لقيت سعره غالي شويه، فجبت نص كيلو بفرزه في الفريزر. وبعد كده لما بيخلص بجيب تاني، لقيت سعره رخيص بجيب بقى كميه يا جماعه 2 كيلو. ما بيحصلوش اي حاجه في الفريزر. وانا عامله لكم فيديو تخزين الفلفل الالوان، هسيبه لكم في لينك صندوق الوصف تحت، هسيب لكم اللينك بتاعه، بيقعد بالسنه. جبت كمان نص كيلو جزر وجبت ليمون، جبت شويه شوربه خضار كده جمعتهم على بعضهم، بس انا خلصتهم نضفتهم قبل ما ابدا اصور معاكم عشان ما نتعطلش. وفي نفس الوقت جبت بطاطس كانت ب 12 جنيه فجبت 2 كيلو. طيب بصوا الناس اللي بتاخد مصروف، وده سألت عليه كتير جدا، الناس اللي بتاخد مصروف مش بالشهر بتاخده بالاسبوع تعمل ايه؟ المشتريات دي حلوة قوي قوي الاسبوع. انا مش بحب اجيب حاجات بكميات كبيرة، غير ممكن الطماطم هي اللي اجيبها ما تخسرش معايا لان انا بعملها صلصة. لكن الخضار يا جماعة عمره ما هيقعد شهر ولا الكلام ده كله. الخضار ده والمتطلبات بتاعتنا دي بتتجدد كل اسبوع حسب الحاجة اللي انت عايزاها. اول حاجة انا برص الفلفل والجزر زي ما انتم شايفين كده، مجرد بمسحه بحته بس وبشيله كده ما بغسلوش. انا مش يعني مش بحب ان انا اغسل الخضار واشيله، غير لو انا عندي اطفال عارفه ان مثلا هياكل الخيار ده او هياكل الطماطم دي، فخوفا عليه ابدا ان انا اغسل الخضار. لكن الخضار بيتشال كده يا جماعه وتبداي تطلعيه تغسلي الحاجه في ساعتها، لانه لما انت بتغسلي الحاجه وبيبقى فيه رطوبه فيه بتخلي الحاجه ما تقعدش او الخضار بتاعك ما يقعدش في التلاجة كتير. نظمي بس الخضار كده يبقى متهوي كويس قوي. وحطيت الجزر، حطيت الفلفل، الليمون بحطه في الاسترتش زي ما انتم شايفين كده وبلفه. بحتاج ليمونه ببدا ان انا اقص بالمقص واخد اللي انا عايزاه. طب انا كان عندي مناديل او فوط كده حلوه قوي، للاسف خلصت من عندي. كانت يعني تحفه تحفه، بتحافظ على الخضار. عايزه اقول لكم بالشهر بالشهر يا جماعه والله كان الخضار بتاعي ما يبص. ان شاء الله هجيبها تاني وهنزلها لكم فيديو مخصوص. لو ما عندكيش باخد الخله بتاعت الاسنان اللي هي الخشب وبرميها كده في وسط الخضار، فبيبدا ان هي تمتص اي رطوبه موجوده. برضو هتخلي مده الخضار بتاعتك في التلاجة هتعيش اكتر. انا عملت خلاص الليمون زي ما انتم شايفين كده، انا عملته في الاسترتش، والخضار خلاص رصيته. ببدا اخد النص كيلو بتاعي ده او الكميه اللي انا جايباها، اقطع نصها شرايح ونصها مربعات كبيره، ان انا كنت عارفه ان انا هعمل في خلال الاسبوع ده شيش طاووق، فعارفه ان انا هحتاجه. البصل بتاعي كمان جبته، ابتديت ان انا اخد المفرش اللي من تحت انضفه واشيل القشر اللي عليه وامسح كده السله بتاعتي. وبعد كده ايه احط البصل بتاعي. كل حاجه في الكميات حسب استخدامك انت وحسب عدد اسرتك، ما اقدرش احدد لك الكميه. بس انا بالنسبه لي مثلا بجيب 5 كيلو، لما يخلصوا اجيب 5 تانيين. النهارده برضو لقيت الفراخ سعرها مناسب يعني نوعا ما مش هقول السعر بس ايه، ابتديت ان انا اجيب 5 فرخات، ودول يا جماعه بيكفوني الشهر. يعني ال5 فرخات دول جنب بقيه الحاجات اللحوم التانية. هقول لكم طبعا في الفيديوهات التانية بالظبط ايه اللحوم اللي انا بدخلها، لاني طبعا انا بعمل يوم في الاسبوع فراخ وبعمل يوم حاجه من مشتقات اللحمه، وبقيه الايام مثلا مكرونه بشاميل كفته. يعني بنمشي امورنا عشان الحياه تمشي. فهقول لكم بالظبط، خليكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله بتاع الاسبوع الجاي. هقول لكم ال5 فرخات دولت ازاي هنطلع منهم حوالي 10 اطباق للشهر، 10 اطباق في الشهر، وجبات مختلفة من ال5 فرخات. تعالوا بقى، وكل وجبة بتكفي يعني انا اسرتي 5 افراد وبتكفي ال5 افراد. هقول لكم بالظبط بقطعها ازاي وبقسمها ازاي وكل حاجة. انا كنت الاول غسلتها بشوية مية وبعد كده نقعتها حوالي ساعة في مية وليمون. بعد ما بنقعها في مية وليمون وبتمتص كل الزفارة اللي فيها، ببدأ اغسلها بدقيق وليمون.
ده يا جماعه بيعمل معاكم ايه؟ بيعمل عمليه ان الناس اللي بتشتكي ان يبقى في زفاره في الفراخ، الدقيق ده بيشفط اي زفاره موجوده. غير كمان ان هو بيخلي الفراخ لونها ابيض جدا ونضيفه. والليمون بيعمل ان العظم بتاع الفراخ ما تبقاش مسوده زي الناس اللي بتشتكي وتقول لك انا ما بحبش اشيل الفراخ في الفريزر لانها بتسود. والله يا جماعه الحمد لله ما بتسودش اطلاقا. اهم حاجه الفراخ ما تتسلقش وهي متلجه، يعني ما تجيبهاش من الفريزر متلجه تحطيها في الميه السخنه وتقولي العظم اسود، لا طبعا. بسيبها تفك، وبعد ما بتفك بسلقها عادي بتبقى زي الفل ما فيهاش اي حاجه. انا دلوقتي بوريكم بس طريقه ان انا بشيل ايه. بشيل الزوايد الجلديه اللي هي موجوده دي كلها، الجلد الزياده تحت الجلد، بشيل اي زلال موجود. دي طريقه غسيلها، يعني بتخلص من حاجات كتير جدا منها. في ناس يعني بتقول لا دي حاجات مفيده، لا انا ما بشوفهاش ان هي مفيده ولا حاجه، كلها هرمونات. كفايه علينا ان احنا بناكل فراخ بيضه اصلا. فبلم بقى كل ده وبغسل الحوض بتاعي كويس وباخدهم في كيس كده لوحدهم، واخلي ابني ينزل يحطهم مثلا للكلاب على الجنب كده عزكم الله يعني. بس اولا مش بحب ان انا احطهم في السله بتاعتي، ثانيا بستحرم ان هم كده كده بيترموا. لا في جنب البيت كده في مكان فيه سله فبروح احطهم فيها، وبيكون افضل ان هم ياكلوها. انا هنا بقى ايه؟ بشيل الفراخ كده؟ لا ما بشيلش الفراخ كده، انا بعمل لها تتبيله حلوه كده، بصلايه على طماطمايه معاهم شويه حبهان بودر وشويه ملح وفلفل اسمر. لازم اعمل التتبيله دي للفراخ قبل ما اشيلها في الفريزر. عايزه اقول لكم، فاكرين كده يعني افتكري كده لما تروحي عند حد او تشمي ريحه حد بيسلق فراخ ويقول لك ريحه قويه قوي لشوربه الفراخ، جربي بقى التتبيله دي، شيلي بيها الفراخ بتاعتك وطلعيها اسلقي بقى الفراخ. هتشمي احلى ريحه شوربه واحلى طعم شوربه في حياتك بسبب التتبيله دي. في ناس بتحب تضيف فص توم، بس انا مش بحب الفص، فص واحد بس فقط. بسرعه بسرعه بقى اجري معاكم ان انا غسلت الطماطم وقطعتها، ضربتها في الخلاط وصفتها كويس قوي قوي، وابتديت ان انا هسبكها نص تسبيكه، هتاخد غلوتين 3 دي كده، وابدا احطهم في اكياس. انا كده خلصت حاجتي بتاعه التلاجة كلها، يعني الخضار بتاع الاسبوع، الفراخ بتاعه الشهر. كمان عندي هنا بقى التوابل، وعندي طماطم عملتها. هنا التوابل الحصى دي يا جماعه انا بجيبها من عند العطار، هكتب لكم الاسامي بتاعتها كلها. بصوا الوصفه دي انا كنت شفتها مع شيف كبير جدا في الافراح وفي الحفلات وكده، دايما اكلهم مميز وليه ريحه حلوه قوي. فانا كنت سالته وخدت الاسامي كلها بتاعت الوصفه، وابتديت ان انا جبتها وجبت كميه كبيره، فطلعت النص كيلو دول حاجه يعني منها خفيفه، قطعت معايا كتير جدا. فانا جمعتها كلها كده مع بعضها في كيس واحد وبحطها في الفريزر. كل اول شهر بطلع اضربها، يعني اضرب الكميه اللي انا محتاجاها، وابدا ان انا انعمها قوي قوي قوي، خليها ناعمه زي الفلفل الاسمر كده وزي الكمون، واحطها في بطرمان واحطها في التلاجة عشان الريحه بتاعتها ما تروحش معاكي. بصي صينيه بطاطس بقى، اي طواجن، اي حاجه هتحطي فيها التوابل دي بجد بجد هيفرق معاكي جدا. انا كده خلاص الصلصه بتاعتي كمان اتسبكت اهي، شايفين اللي هي نص خفيفه كده، لسه هتكمل تسبيكتها مع ايه؟ مع الخضار اللي انا هستخدمه. عملت بقيه الاكياس وهبدا ان انا احطهم دلوقتي فين؟ ارص في الفريزر. كده كنت خلاص خلصت الاطباق بتاعتي بتاعت الفراخ. في كمان 3 اطباق تانيين هقول لكم انا عملت بيهم ايه. تابعوني بس الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله، وهقول لكم الفراخ بالظبط بنظمها ازاي وبطلع منها وجبات ازاي، وهوريكم دلوقتي كمان انا عملت ايه بالكبد والقوانص بتاعتها. ان انا لما بجيب الفراخ باخد الكبد والقوانص، وابدا بقى ان انا اعمل ايه؟ اضيف عليها نص كيلو كبد وقوانص كمان من عند الراجل عشان يبقى كيلو. الكيلو ده بيبقى وجبه كافيه قوي قوي لينا ك5 افراد. وانا هنا خلصت وبلمع الرخامه بتاعتي وخليتها زي الفل. بيبقى يوم شاق شوية في أول الأسبوع، بس بيريحني على مدار الأسابيع الجاية أو على مدار الشهر. أبدأ بقى ألمع معاكم الرخامة كده وأخليها مطبخي ومسحته والدنيا تمام تمام. وتعالوا بقى شوفوا الطاجن بتاعي وهو خارج من الفرن عامل ازاي. الفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل مع بعض الطاجن الجميل ده، وهقول لكم بالظبط مكوناته ايه. بس اهم حاجة انزلي بقى اعملي لايك للفيديو لو عجبكم ان شاء الله. شايفين الجمال والريحة التحفة دي؟ ادي فراخ، واقول لكم بالظبط عملته ازاي. ويلا بقى هعمل له بس ايه كده دخانة يعني من الفحم، بتفرق قوي قوي في طعمه، بتخليها زي المشويات كده، الفراخ والخضار وكل المكونات اللي انا حاطاه فيها.
تعالي بصي بقى انا بحط ايه. خلي بالك ان في يعني لا اما تحطي ورق فويل لا اما تحطي قشره بصله زي ما انا حاطه كده، وببدا احط الفحم بتاعي اللي انا ولعه. عايزه تستغني عن الخطوه دي مفيش مشكله، لكن انا بحبها بصراحه، بتدي طعم وتست حلو جدا. بعتبر ان الحاجه اللي انا عاملاها زي المشويات بالظبط، زي ما بجيب فراخ مشويه او بشوي كفته. هبدا بقى دلوقتي ان انا احط بس شويه زيت او معلقه سمنه صغننه خالص على الفحمه المولعه عشان تدي دخان، وابدأي بقى غطيها كده. هتاكلي احلى طاجن خضار. عايزه استنوني بس كده ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله، عشان خاطر اوريكم مكوناته معمول ازاي في ثواني. وانا بعمل حاجه الاسبوع بتاعتي كنت خلصت الاكل وخلصت المطبخ وخلصت حاجه الاسبوع عشان اقدر اواظب معاكم.